اخبار مية مية في الكرة المصرية، فضلا وليس امرا. ادعمني بالمتابعة وباللايك. يلا بينا. نادي سيلتيك الاسكتلندي يا صديقي عايز قفشه صانع العاب النادي الاهلي، ومصر ان هو ياخد قفشه في يناير، والمبلغ اللي معروض اللي اتسرب بمعنى الاصح للصحافه 5 مليون يورو. وفي موقع كبير في اسكتلندا يا صديقي اتكلم عن النادي الاهلي وقال لك النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي واغناهم. وانا بقول لك قفشه لو جاب ال5 مليون يورو النادي الاهلي هيبيعه. وقلت لك قبل كده يا صديقي ان مارسيل كولر قال لبيرسي تاو انت بالنسبه لي صفقه جديده، هتلعب وهتوريني ادائك هتكمل معايا، مش هتلعب مش هتكمل معايا. واخر فرصه بيرسي تاو لحد يناير، في انتقالات يناير بيرسي تاو لو ما اثبتش نفسه هيطير. والحاج عامر حسين في لجنه المسابقات بيقول لك الحماس غير الشغب، واللي عملته جماهير النادي الاهلي ان هي اتكلمت بالبق ده كان شغب وخدوا عليه وقف مباراتين. اما اللي عملته جماهير النادي الزمالك وتكسير الكراسي ده كان اسمه حماس، فغرامه على النادي بس. وبيسالوا الحاج عامر حسين في لائحه بتقول كده على النادي الاهلي وفي لائحه بتقول كده على نادي الزمالك؟ قال لك لا. وفي النادي الاهلي قال لك مش هناخد بفيديوهات خارجيه، وفي نادي الزمالك خدوا بفيديوهات خارجيه. اما الباشمهندس فرج عامر بعد ما رجع لرئاسه سموحه تاني عشمان ان هو ياخد حسام حسن وياخد محمد محمود وياخد عمار حمدي اعاره. اما بالنسبه لمارسيل كولر يا صديقي فهو متمسك بعمار حمدي، وبيقول لك عمار حمدي هيبقى لاعب جوكر معايا في الفتره اللي جايه. اما بالنسبه لمباراه غزل المحله فمارسيل كولر عامل ليها حساب كبير قوي، واداره الاهلي عامله لها حساب كبير قوي مع اللعيبه. وكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول لك دي ممكن تكون اصعب مباراه على الفريق في الموسم. اما بالنسبه لامام عاشور فلسه ما وصلش لاتفاق مناسب مع نادي الزمالك، بس رئيس نادي الزمالك بيقول لك احنا معناش فلوس عشان نقعد معاه عشان يجدد. امام عاشور هيجدد في الزمالك مش هيروح الاهلي، بس امام عاشور متشرط على رقم معين. اما بالنسبه لبرونو صافي يا صديقي فخد احسن لاعب في الجوله الخامسه برقم خزعبلي 51% ل 3%. وللعلم احسن لاعب في الجوله الثالثه ما اعلنوش عنه، وده كان المفروض يبقى كريم فؤاد. اما بالنسبه لكهربا الفولت العالي يا صديقي فالمشكله بتاعته مش هتخلص الاسبوع ده، هتخلص الاسبوع اللي جاي والغرامه بتاعته هتدفع. وفي النهايه يا صديقي اتمنى منك لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتعمل متابعه وتقول لي رايك في كومنت. سلام.